وتحسيسية. إعطاءات جمعية نوارس أم الربيع للثقافة والأمل الاجتماعية أن تنظم بشراكة أو بتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أنشطة توعوية وتحسيسية حول المحافظة على الماء، وهذا يصادف الذكرى أو تخليدا لليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 22 مارس من كل سنة. ارتأت جمعية نوارس أم الربيع أن تقوم بتنسيق مع الوكالة لراديج بتنظيم هذه الأيام التحسيسية اللي كنا شفناها في مؤسسة الإمام مالك ثم مدرسة العائشة البحرية، وختاما غنختموا إن شاء الله بهذا الحفل كما كتشوفوا معنا اليوم اللي غيكون مجموعة من الفقرات والعروض الفنية، منها رقصات منها مسرحيات، ويوم الأحد إن شاء الله غيكونوا ورشات تشكيلية في فن التشكيل والرسم بالنسبة للولاد الصغار، وهذا دافع للولاد الصغار أن باش نحسوهم ونوعيهم بأهمية المحافظة على الماء وكيفية تدبير الماء والمحافظة على النعمة ديال الله إن شاء الله، يعني نعمة الله عز وجل. La journée mondiale de l'eau, c'est une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies qui a lieu le 22 mars de chaque année. Nous, la Radej, nous sommes conscients de l'importance de l'eau. Donc, comme les dernières années, on a consacré une semaine et pas qu'une journée pour célébrer cette matière importante. Donc, il s'agit d'une semaine de sensibilisation à la gestion durable des ressources en eau. Il s'agit d'une semaine des rencontres avec les parties prenantes et les parties intéressées pour discuter et faire des échanges à propos les nouveautés et les techniques visant la préservation des ressources en eau. بغيت نشكر راديج بزاف بزاف بزاف، جات عندنا من جديده، جات بغات تورينا الاهميه ديال الماء كنستعملو. كنشكروا راديج حيت جات عندنا من جديده باش تعلمنا اهميه الماء، وعواشر مبروكه وشكرا لكم بزاف.